الضابط هذا اللي شايفه قدامك هو اخر شخص استسلم في الحرب العالمية الثانية، اسمه الملازم هيرو اونودا. بعد ما فازت امريكا على اليابان في الحرب العالمية الثانية، ضابط اونودا تخبى في الغابات اللي تابعة للفلبين هو وزوج اونودا معاه، وكانوا حاسبين باللي الحرب ما زالت وما خلاصاتش، وكاع الوراق اللي رماتهم لهم الطائرات اليابانية باللي الحرب خلاصت وحسبوها باللي خدعة امريكية. وقاعدين في هذه الحالة هو وزوج صحابه وفي اشتباك مع الجيش الفلبيني، وقتلوا منهم 30 جندي فلبيني عن بالهم باللي امريكانيين، وواحد من الجنود معاه مات والثاني هرب، وبقى الملازم اونودا وحده. وبعد التالي سلم روحه في عام 1974 للجيش الفلبيني، والرئيس الفلبيني كي سمع قصته دار له اعفاء واطلق سراحه وبعثوا لليابان، وكرماته اليابان لعدم الاستسلام والدفاع عن الوطن، ودا مكافأة كبيرة وتشهر في اليابان وفي العالم كله. والملخص تاع هذه القصة يا عزيزي المشاهد، الحياة لازم لها عزيمة وعدم استسلام، وربي جامي لا يضيع حق واحد.